أول تعليق من كابتن محمد أبو تريكة على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي توماس بيرج قبل أن يتولى تدريب النادي الأهلي، ورأي أبو تريكة في المدير الفني الجديد الأجنبي، حيث قال تريكة تصريح هام جدا جدا على المدرب الأجنبي الجديد. ولكن طبعا قبل التصريح المهم ورأي أبو تريكة في المدرب، يا ريت من كل أهلاوي يعمل اللايك. أيوة يا أهلاوي عظيم، اعمل اللايك وشير الفيديو في كل مكان علشان تصريح أبو تريكة يوصل لكل أهلاوي في مصر، ولازم يعرف رأيه في المدير الفني. حيث قال تريكة، علق محمد أبو تريكة على خبر تعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي توماس بيرج المدير الفني لفريق ميتلاند الدنماركي. أول حاجة قالها أبو تريكة لازم نقولها إن النادي الأهلي دايما بيعرف يختار وبيعرف إمتى يجدد دم الفريق. التعاقد مع مدرب أوروبي بفكر مختلف زي توماس بيرج خطوة مهمة جدا، خصوصا في توقيت حساس والفريق محتاج شخصية قوية وفكر حديث في الإدارة الفنية. المدرب ده جاي من مدرسة مختلفة تماما عن اللي تعودنا عليها، ويمكن دي الحاجة اللي الجمهور هيستغربها شوية في الأول، ولكن في الأهلي احنا متعودين نحكم بالأداء والشغل داخل أرضية الملعب مش بالأسماء. أهم نقطة دلوقتي إننا نسيب الراجل يشتغل في هدوء ونوفر له كل الدعم، سواء من الإدارة أو من اللاعبين أو من الجمهور، لأن أي مدرب مهما كان كبير مش هيقدر ينجح لوحده. رسالتي للجمهور، النادي الأهلي مش بيختار عشوائي، واللي جاي لازم نستقبله بثقة ونقول له من أول يوم أنت دلوقتي جزء من مشروع اسمه النادي الأهلي، واللي يعرف قيمة القميص ده لازم يكتب تاريخ جديد. بالتوفيق لتوماس بيرج، وإن شاء الله يكون بداية مرحلة قوية ترجع الأهلي لأفضل مستوى ممكن محليا وإفريقيا وعالميا. بالتوفيق توماس بيرج.